بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. الحمد لله، الحمد لله الذي تسبحه البحار الطوال والسحب السواد والأبصار اللوان والأفكار سبحانه العزيز في السلطان الكريم في امتنان ساتر الوجه بالعصيان رازق الصالحين. سبحانه تقدس عن مثل وشبيه وتنزه عن نقص يعتريه، يعلم خافية الصدر وما فيه من سفل قد مرت الجواب. سبحانه لا يشغله شاغل ولا يبرمه سائل ولا ينقصه نائل، تعالى عن الند المماثل والضد المكافئ. سبحانه موصوف المستمع الى البصر، يرى في الجنة كما يرى القمر، من شباه او كيفه كفر، هذا مذهب اهل السنة والاثر ودليلهم دليل الناظر. سبحانه يسمع تغريد الورقاء على الغصن، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، يتكلم سبحانه فكلامه مسموع للأذن، لا نشبه ولا نعطل، ودعك من المتأول فخطأه فاجر. سبحانه ينجي من شاء بما شاء ويهلك، هو المسلم للمسلم والمهلك للمهلك. لم ينفع ابن نوح يوم الغرق نسب فإنه مهلك، وقال الله يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. سبحانه أنزل القطر بقدرته وصبغ لون النبات بحكمته وفارق بين الطعوم بمشيئته وأرسل الرياح لواقع. أحمده سبحانه على تيسير المصالح وأشكره على ستر القبائح، وصلي وسلم على المبعوث رحمة العالمين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير غاد وأفضل رائع. وبعد إخوته يعني أفضل شعور في هذه الدنيا وأعلى شعور في هذه الدنيا هو الحب. هذا الشعور الذي إذا ملك قلب الإنسان يجعله يفعل بالجد، بل هذا الشعور هو أصل العبودية والتأله. فالتأله مبدأه حب مع تعظيم. مبدأ الألوهية الحب، أن تحب الله عز وجل وأن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجب عليك حبه أكثر حتى من نفسك، كما قال عمر يا رسول الله لا أنت أحب إليك إلا من نفسك، قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال الآن يا رسول الله. وانظر إلى هذا الإنسان العاقل الآن، هو ليس نفق في التفكير ولا المراجعة ولا لتعديل آليات القلب، الآن يا رسول الله، قال الآن يا رسول. فانظر عبد الله، أما حب الأخوة وحب الأخوة والحب في الله هذه من أجل العبوديات التي يتعبد بها الإنسان بربه. ولقد بلغ السلف كان مبلغا عظيما. نفس المثال ربما لا تصور الكثير. الإمام الشافعي كان حميما بمحمد بن الحسن، فمرض محمد فذهب الشافعي يعود، فلما راه مريضا مر فعلم أن محمدا قد وذهب محمد لزيارته. فلما راه الشافعي استيقظ وشب وقال من الفراش وقال مرض الحبيب فزرته فمرضت من حذر عليه، وأتى الحبيب يعودني فبرئت من نظري إليه. خلال هذا كلام من؟ كلام الشافعي. وكان عمر في مرة من المرات بعد أن صلى الفجر قام فنادى في الناس أين معاذ؟ قالوا هو ذا، فقام إلى معاذ يتخطى الصفوف حتى أخذه واعتنقه وقبله بين عينيه وقال والله لقد ذكرتك الليل فجعلت أتقلب في فراشي طوال الليل وانتظر الفجر حتى أراه عليك الخطيب. تخيل هذا إيه؟ هذا عمر الذي صور شديد وأصعب، هذا عمر وهذه مشاعره. انظر عبد الله، وكان عمر له 1000 أخ، كان يقول أحبابته كلها 1000 أخ كلهم أعرف سكنه وأعرف اسمه واسم أبيه وأين منزله أينه كان يزورهم. انظر عبد الله، هذه المعاني كانت موجودة بين السلف، فينبغي على شباب السلف على شباب الخلف أن يعيدوا أمجاد السلف. ولما عشرين الأخ